وصلنا الجبال كنبينا فرنسا تركان علينا قلبات وقاز كنا رجلينا كرتوشير قطع صدرنا جاد يموت وبلا يشد فينا اسمح لي هاي ذمنا الرفال عليك تفجاك لا جمال على عينيا جمال على عينيا الموت على وطنيا. من مواليد 1916 ببلدية المزرعة ولاية تابسة الجزائرية. نشأ يتيم الأبوين، فكفلته زوجة أباه المدعوة حفصية إلى أن صار صبيا. تعلم الفروسية والصيد والفلاحة، فكان المتميز بين أصحابه دائما لبنيته الجسدية القوية وشجاعته الفائقة التي أهلته لأن يكون دائما الأفضل بين الجميع. تم تجنيده إجباريا في صفوف جنود الجيش الفرنسي من سنة 1934 إلى 1946، وهذا من خلال تنقله بالثكنات العسكرية المختلفة، لكنه لم يرضى ظلم المستعمر الفرنسي فاستطاع التمرد ثم الفرار في مارس 1939 من ثكنة عسكرية بولاية بسكرة، حاملا معه سلاح ثموني و150 خرطوشة كذخيرة وخنجرا وقنبلة يدوية ومنظار. التحق باثنين من المتمردين المعروفين وقتها، وهم مناعي محمد ودربال لمين، لمحاربة مرتزقة فرنسا ومجرميها، حيث صدرت في شأنه مذكرة توقيف وبحث من وزارة الدفاع الفرنسي، حيث أن الدرك الفرنسي بعدها وجد حيلة للقبض عليه في جمع كل أفراد عائلته وأقاربه والتهديد بقتلهم في محتشد بلدية الشريعة بولاية تابسة، وهذا كوسيلة للضغط عليه. اضطر إلى تسليم نفسه إلى القائد الحفصي مقابل إخلاء سبيل العائلة والأقارب كشرف لهم. حكمت عليه المحكمة الفرنسية جناية ب4 سنوات سجنا نافذة. عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، أرسلوه إجباريا من السجن مباشرة إلى ساحة المعارك لمحاربة الألمان. تكون في المجال العسكري وتدرب جيدا، وعرف الحنكة العسكرية، وخاض عدة معارك حربية، أهمها معركة الألزس واللورين بالحدود البلجيكية الألمانية الفرنسية، ومنها تم نقله إلى الحرب في الهند الصينية التي شارك فيها ونج منها بأعجوبة. والمدة التي قضاها إجماليا تقدر بحوالي 17 سنة حسب وثيقة الجنرال الفرنسي الموجودة في أرشيف فرنسا. التحق برعيل الثورة الأول في 5 جانفي 1955 تحت قيادة رموز الثورة وصانعيها مثل القائد بابانا ساعي، شرية الأزهر، وعمر البوقصي. شارك البطل في 21 معركة، منها الحميمة ومعركة جبل أرقو الكبير سنة 1955 و 1956، كما عايش حصار الجرف الشهير، وشهد كمين سطح قنتس وكمين مسكيان مع القائد بخوش. واصل بطلنا نضاله وجهاده في صفوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري إلى غاية 1965، ثم تمت إحالته على التقاعد من شركة وطنية، وبقي على عهده وفيا لمبادئه التي كان عليها دائما منذ صغره.